اقعد كده وفكر معايا كم مره كنت قاعد في اي حته، على قهوه، في ميكروباص، في عزومه عائليه، ولقيت واحد عامل نفسه فهيم قرر يفتح معاك اي موضوع في الدنيا، من اول تحليل ماتش الكوره بتاع امبارح، او سياسه خارجيه لدوله عمره ما سمع عنها، او نصايح لطلاب الثانويه العامه وهو اصلا ما عداش اعداديه. المدهش في الشخص ده مش انه بيتكلم في اي حاجه، المدهش هو حجم الثقه اللي بيتكلم بيها، ثقه تخليك تشك في نفسك. بيتكلم بيقين كانه اينشتاين في مجاله، مع ان كل كلامه غلط في غلط. وفي الناحيه التانيه خالص ممكن تلاقي اكتر دكتور شاطر في مجاله او مهندس عبقري، ولما تساله سؤال تلاقيه متردد وبيقول لك بص انا مش متاكد 100%، او الموضوع فيه تفاصيل كتير. طب ايه الكلام ده؟ ازاي الشخص الجاهل واثق قوي كده واللي عنده علم دايما قلقان؟ الحوار ده مش صدفه، دي ظاهره نفسيه متسجله ومعروفه واسمها ذا دانينج كروجر افكت، او تاثير دانينج كروجر. وببساطه شديده التاثير ده بيقول كل ما الواحد كان جاهل بحاجه، كل ما ثقته في نفسه في الحاجه دي بتزيد. يعني الجهل بيولد ثقه عمياء، والعلم بيولد تواضع شديد. طب ليه ده بيحصل؟ عشان تفهمها تخيل معايا ان عشان تعرف انك ما بتعرفش تعمل حاجه، انت محتاج حد ادنى من المعرفه بالحاجه دي اصلا. يعني ايه؟ يعني مثلا عشان تعرف انك سواق وحش لازم تكون بتعرف اساسيات السواقه عشان تقارن سواقتك بيها. لكن لو انت ما بتعرفش اي حاجه خالص، هتبقى شايف ان اي حد بيحرك الدركسيون هو كده خلاص بقى بريمو. الشخص الجاهل يا صديقي عنده مشكلتين، مش مشكله واحده. اول حاجه انه جاهل، جهله ده بيخليه مش شايف انه جاهل، ما عندوش الادوات العقليه اللي تخليه يقيم نفسه صح. القصه اللي خلت العلماء يكتشفوا الحوار ده اصلا كوميديا سودا لوحدها. كان في حرامي في امريكا اسمه ماكارثر ويلر، الراجل ده قرر يسرق بنكين في يوم واحد وهو حاطط على وشه عصير ليمون. عصير ليمون. طب ليه يا عم ويلر؟ لانه كان قاري ان عصير الليمون بيستخدم كحبر سري، فكان فاكر انه لو دهن وشه بيه كاميرات المراقبه مش هتشوفه. طبعا اتقبض عليه في نفس اليوم، ولما وروا له صورته في الكاميرات كان مصدوم وبيقول بس انا كنت حاطط ليمون. الراجل ما كانش غباءه بيخليه يعمل حاجه غلط وبس، لا، ده كان بيخليه مش قادر يشوف اصلا انه غبي. والنقطه التانيه بقى ان العالم او الشخص الخبير بيحصل معاه العكس تماما. كل ما بيعرف اكتر كل ما بيكتشف ان اللي يعرفه ده نقطه في بحر. شوف حجم التعقيدات والتفاصيل اللي معظم الناس مش شايفاها. وغير كده هو بيقع في غلطه تانيه، بيفترض ان الحاجات السهله بالنسبه له هي سهله لكل الناس، فلما يعمل حاجه عبقريه بسهوله بيقلل من قيمه نفسه. بيقول اكيد اي حد يقدر يعمل كده، مش انا لوحدي بس. بيبقى حاسس انه نصاب او امبوستر، وانه بيضحك على الناس، وانه هيجي يوم ويتكشف. طب ده معناه ايه في حياتنا؟ معناه ان السوشيال ميديا مليانه بجيوش من ماكارثر ويلر، ناس بتتكلم ثقه في كل حاجه وهم داهنين وشهم ليمون ومش واخدين بالهم. ومعناه انك لو في يوم حسيت بالقلق وانك مش كفايه في شغلك او في اي حاجه انت شاطر فيها عموما، فده في حد ذاته ممكن يكون دليل انك فعلا شاطر، لانك عندك من المعرفه ما يكفي عشان تشوف حجم اللي لسه ما تعرفوش. الخلاصه يا صديقي، الثقه مش دايما دليل على المعرفه، ساعات بتبقى دليل على الجهل المطلق. والحكمه الحقيقيه بتبدا لما الواحد يكون عنده الشجاعه الحقيقيه انه يقول اكتر كلمه مرعبه لاي شخص عامل نفسه فهيم، وهي كلمه ما اعرفش. الكلمه دي مش دليل على ضعف، دي قمه القوه العقليه. فالمره الجايه لما تلاقي حد واثق من نفسه زياده عن اللزوم ابتسم وما تردش، ده غالبا شخص لسه ما اكتشفش فايده الليمون. سلام.